أهلا بيك يا صديقي الجميل في حلقة جديدة من سلسلة تعلم اللغة الإيطالية للمبتدئين في 30 يوم. أنا بروم وأهلا بيك في قناة إيطاليانو فاتشيلمنت. في الحلقة بتاعت النهاردة يا شباب هنتعلم مع بعض شوية حاجات مهمين. هنتعلم مع بعض الأرقام من 11 لحد 20، وكمان هنتعلم مع بعض أداة الاستفهام كواندو يعني متى أو إمتى، وهنعرف استخداماتها، وهنتعلم كمان إزاي نرد عليها، وهناخد أمثلة عملية، وكمان هنتعرف في آخر الدرس على تعبيرات مهمة بنستخدمها بشكل كبير في الحياة اليومية في إيطاليا. يلا بينا نبدأ على طول من الأرقام من 11 لحد 20. كل اللي عليك إنك تكرر معايا وتجيب ورقة وقلم وتركز في كل كلمة هتتقال في الدرس بتاع النهاردة. يلا بينا نبدأ على طول. هنبدأ برقم 11 يا شباب اللي هو رقم 11. 11 يعني 11. 12 يعني 12. 12 يعني 12. 13 يعني 13. 13 يعني 13. 14 يعني 14. 14 14. 15 يعني 15. 15 15. 16 يعني 16. 16 يعني 16. 17 يعني 17. 17. 18 يعني 18. 18. 19 يعني 19. 19. 20 يعني 20. هنكررهم مع بعض مرة تاني. ركز معايا وكرر معايا. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. وبكده يا شباب نكون اتعلمنا مع بعض الأرقام من 11 لحد 20. وفي الحلقات اللي فاتت من هذه السلسلة أو من السلسلة دي كنت شرحت لك الأرقام، وكنا اتعرفنا مع بعض على الأرقام من 1 لحد 10. وكنت عامل لك في القناة حلقة منفصلة تماما عن السلسلة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي، بتكلم فيها عن الأرقام لو تحب تسمعها. يلا بينا ندخل على الجزء الثاني من الفيديو. هو أداة الاستفهام كواندو. يعني ايه كواندو يا شباب؟ ببساطة كواندو يعني متى او امتى، ودي يا شباب بنستخدمها علشان نسأل بيها حد على التاريخ او الوقت. يلا بينا ناخد مثال في كلمة كواندو. يعني مثلا عايز اقول لك هتيجي امتى، هقول لك كواندو فيني. كواندو فيني. كواندو فيني يعني جاي امتى. ده كان مثال مبدئي كده على كلمة كواندو عشان تفهم معناها. هديك دلوقتي الردود اللي ممكن ترد بيها على كواندو. طبعا في ردود كتيرة، و يعني ما اقدرش المهم كلهم في فيديو واحد دلوقتي، ولكن هديلك بعض الردود الشائعة اللي بنستخدمها بشكل مستمر. اول حاجة اوجي. اوجي يعني النهاردة، او هتقول بكرة هتقول دوماني. دوماني يعني بكرة. او اييري. اييري يعني امبارح. يبقى خدنا oggi النهاردة، domani يعني بكرة، ieri يعني امبارح. اوكي. او بعد شوية هتقول tra poco. tra poco. tra poco يعني بعد قليل. او ممكن تقول في هذا الاسبوع. في هذا الاسبوع هتقول questa settimana. questa settimana في هذا الاسبوع. او في الاسبوع الجاي هتقول la prossima settimana. la prossima settimana او نفس المعنى la settimana prossima. la settimana prossima يعني الاسبوع الجاي. او ممكن تقول stasera. stasera يعني في هذا المساء او النهارده بالليل او في هذا المساء. يبقى خدنا oggi, domani, ieri, stasera, tra poco, questa settimana,
la settimana prossima. دي كلها ردود ينفع ترد بيها على سؤال quando. يلا بينا ناخد أمثلة على طول. أنا ممكن أسألك وأقول لك إمتى هتروح الشغل؟ Quando vai al lavoro? Quando vai al lavoro. إمتى هتروح الشغل؟ هتروح تقول لي مثلا oggi alle 8. oggi alle 8. النهاردة الساعة 8. ممكن أسألك سؤال تاني وأقول لك quando studi. quando studi. إمتى هتذاكر أو إمتى بتذاكر؟ هتقول لي domani mattina. domani mattina. بكرة الصبح. domani بكرة mattina يعني الصباح. domani mattina يعني بكرة الصبح. ممكن أقول لك سؤال ثالث quando esci. quando esci. إمتى هتخرج؟ إمتى هتخرج؟ ممكن ترد عليا وتقول لي tra poco. tra poco يعني بعد شوية. أسألك سؤال تاني quando sei tornato. quando sei tornato. إمتى رجعت؟ quando sei tornato يعني رجعت إمتى؟ ممكن ترد عليها وتقول لي ieri sera. ieri sera يعني امبارح بالليل. أو ممكن كمان تستخدم أي إجابة من الإجابات اللي احنا أخدناها مع بعض. يلا بينا ندخل على الجزء الأخير من الفيديو، هو تعبيرات مهمة بنستخدمها بشكل كبير في إيطاليا. لو أنت في مطعم أو بتشتري حاجة وعايز تطلب الحساب، هتطلب وتقول الحساب يعني il conto. il conto. فأنت لو عايز تطلب الحساب هتقول il conto per favore. il conto per favore يعني الحساب من فضلك. أو تعبير تاني، لو حد بيتصل عليك في التليفون أول ما ترد عليه هتقول pronto. pronto. pronto يعني ألو. ودي بنستخدمها في كل الحالات، ودي كلمة يعني أول ما حد بيرن عليك بتقول له pronto. pronto يعني ألو. كلمة تاني، لو أنت عايز تاخد حاجة تيك أواي أو هتاخدها معاك زي أكل أو شرب، ليها معنيين. دا سبورتو. دا سبورتو يعني هاخدها معايا، أو دا بورتاري فيا. دا بورتاري فيا يعني أنت ممكن تطلب حاجة وتقول له دا سبورتو أو دا بورتاري فيا يعني هاخدها معايا أو هاخدها تيك أواي. كلمة تاني ممكن تقول لحد داي. داي. داي يا شباب بالإيطالي داي. داي. داي يعني بنستخدمها في حاجتين. ممكن تقول تستعجل بها حد، يعني انت بتستعجل حد تقول له داي. داي يعني يلا يلا. او بتستخدم لو هتشجع حد بيعمل حاجة مثلا وانت عايز تشجعه تقول له داي. داي يعني بتشجعه. اخر تعبير معانا مهم في حلقة النهاردة هو non ti preoccupare. non ti preoccupare يعني ما تقلقش. non ti preoccupare يعني ما تقلقش. وبكده يا شباب تكون حلقة النهاردة خلصت. يا رب تكون عجبتك. كل اللي عليك لو الحلقة دي انت استفدت منها اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. في نهاية الفيديو دلوقتي هنتعلم مع بعض الكلمات المهمة بتاعت حلقة النهاردة. أول كلمة معانا هي oggi النهاردة، ieri امبارح، domani بكرة، stasera هذا المساء، prossima يعني القادمة، pronto يعني ألو، non ti preoccupare ما تقلقش، il conto الحساب، settimana يعني الأسبوع. وبكده نكون لمينا أهم الكلمات اللي استخدمناها النهاردة في حلقة النهاردة. ciao a tutti, ci vediamo